السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذه الوصفه اللي كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كنحتاجوا فيها واحد البطاطا اللي سلقناها في الماء والملح وصفيناها طبعا ومعكناها بواحد الكوب حتى تولي عندنا رطبه. غادي نزيدوا عليها بالنسبه لهنايا غنزيد شويه ديال الابزار، وغادي نزيد كذلك بودره ثوم بودره، ونزيد الملح. ومن بعد غادي نزيد كذلك هنايا عندي بيضه، غادي نزيد 2 المعالق ديال المايزينا، اولا تقدروا تعوضوها بالدقيق نورمال الفورس 2 معالق، لكن من بعد راه غنزيد واحد المعلقه. هنا عندي كوب ديال الفرماج اللي خلطنا، غادي نخلط هاد المقادير كامله بكل شيء. هنا عندي 2 الانواع انايا ديال الفرماج، تقدروا ديروا نوع واحد. وهنا عندي طبعا كوب كذلك ديال الروز اللي هو طايب في الماء والملحه او لا مسلوق، المهم يكون روز ابيض. صافي كنسلقو عفوا كنسلقوه، كنجمع هذا الخليط حتى يولي عندي بحال هذا الشكل. ها هما شتي جاتني، باقي خصني هذه المعلقه. غادي نزيد معلقه ماشي معلقه، نزيد معلقه ديال الدقيق الابيض. صافي وغادي نجمعها باش تسهل عليا انني نخدمها عادي. صافي من بعد ما نجمعوها كندهن يدي بشويه ديال الزيت، وسطح العمل طبعا حتى هو بشويه ديال الزيت فوق هاد البلاستيك اللي عندي انايا. صافي وكنقادوها على هاد الشكل، لا قريصات او خبيزات، كتجي معقوده ولا اروع. ولو ان الانسان ما عمره ما طلعت له شي معقوده، الصراحه هذه راه كتجي بنينه، واللي كلاها غادي يسولكم اشنو فيها، لان الروز ما تيبانش نهائيا بانه فيها الروز، وكتجي مقرمشه من برا وزوينه من الداخل رطبه. صافي من بعد ما تكملوا المقدار اللي عندكم كديروا الزيت في المقله وكتخليوه حتى يسخن طبعا، وتبداو كتحطوا هاد الكريسات. صافي كنخليوهم حتى كيحمروا عندنا، يبانوا لكم من التحت بداو كيتحمروا، ما تقلبوهمش هذيك الساعه. ودابا منين احمروا بهذا الشكل غادي نقلبهم كاملين. هذاك بالنسبه للفرماج ما كيتحلش نهائيا، واخا انني درت الموزاريلا مع نوع اخر. الا بغيتو غادي نقولوا نكتبوا لكم، ماشي مشكل اي نوع عندكم، سواء غودا سواء الإيمنتال، سواء اللي كان عندكم تقدروا ديروه ماشي مشكل. صافي من بعد ما اولا الجبن الاحمر كذلك حتى هو محكوك. صافي وكنبدا نحط هاد على هاد الشكل، وكنديروا الورق الطهي طبعا باش يشرب لينا داك الزيت، ورق ديال الكوزينه ديال باش يشرب لينا البابيي، باش شربنا الزيت اللي صراحه ما كيشربوش هما الزيت من الداخل نهائيا، تيجيو ناشفين، فقط ديك الطبقه اللي الفوق هي اللي فيها الزيت. صافي غنطيب هاد الشيء، نحيدهم طبعا، ومره مره كتخويو البلاصه وكتزيد واحده اخرى بهذا الشكل. صافي نحيدو واحده واحده. بحال هادشي كنحتاجوه كذلك حتى نقدموه مع الحوت، مع
تشرميلات مع بحال هكا تيجي زوين. الصراحه تيعجب. حتى اللحم الا بغيتو تقدموه مع اللحم تقدموه مع اللحم مرافق، يجي حتى هو زوين. وحنا كمغاربه كيعجبنا مره مره نقليو الحوت، السردين، خصوصا السردين وحده مع وحده. هذيك ما كانت تعجبنيش انا الا كانت الصراحه مقليه. صافي غنقسم لكم هاد المعقوده اولا نسميوها المعقوده نيت بالروز. كتجي هائله ورائعه، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ولا كيعجبكم الوصفات بهذا الشكل خليو لي تعليق ونقدم لكم المزيد ان شاء الله. وكنتمنى يعجبوكم. غير جربوهم الصراحه، جربوا هذه اللي ما كتصدقش ليها المعقوده بهذه المعقوده الروز، صدقوني انها كتجي اروع. وحتى البنه الفرماج كتجي رائعه وزوينه. ونتمنى تخليو لي تعليق زوينه وجيم ان شاء الله الى عجبكم الفيديو. وكنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله بوصفه اخرى. بالنسبه عفوا بالنسبه للتقرميشه راه كتجي هائله.